هذه الأثناء أمام ركلة جزاء. هل تعيد انتر ميامي إلى أجواء المباراة في كينغدوم أرينا وتجعل إثارة أكبر في الدقائق القادمة أمام أنظار جماهير الهلال؟ ليو على تنفيذ ركلة جزائية أمام حارس الهلال حبيب الوطيان، وفرصة للعودة في المباراة. ليو أمام الوطيان في ركلة جزائية لإنتر ميامي بعد 53 دقيقة لعب في أحداث هذه القمة. هل يصل ميسي للهدف الثاني لإنتر ميامي في هذه الأمسية؟ ترقب وانتظار. ليو أمام الوطيان. ليو، نعم، من غيره ليو، من غيره ليو، من لها غير ليو. ميسي يسجل هدف ثاني لإنتر ميامي، يعيدهم في أجواء المباراة بضربة رائعة جدا من علامة الجزاء. انتر ميامي هدفين، الهلال 3. القمة وصلت أهدافها إلى 5 وإثارتها أكبر ومتعتها أكبر. لا يمكن أن يأتي هنا ولا يكون لها أي دور وبصمة في مباراة بهذا الحجم. ميسي يضع بصمته من علامة الجزاء في زاوية مستحيلة. يسجل انتر ميامي الهدف الثاني في هذه القمة. 2 انتر ميامي مقابل ثلاثية